بنوك الكفار ويسرقون، وتجدهم يتعاملون مع بنوك الكفار فيأخذون الاموال بنية عدم ردها. الرجل كان يحاصر اليهود ومع ذلك يقول له رد الى صاحب الغنم غنمه، سنوقع به ولكن لا نأخذ اموال الناس بهذه الطريقة. وجاء الرجل بعد ان فهم بان حقيقة الدين الانقياد والمحبة والصدق والقبول والولاء وما الى ذلك، ثم الاقبال على هذه الحقائق والادبار عما يضادها. فجاء فقال يا رسول الله اني اتيتك مسلما واني اريد ان ابايعك. قال قل. قال اريد ان ابايعك على ان اقاتل في سبيل الله حتى يصيبني سهم من ها هنا فيخرج من ها هنا. قال نعم. واوقع النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في الحصن الاول وكانت الغنيمة. فلما كانت الغنيمة اصاب الرجل 8 رؤوس من الغنم سهمه في الغنيم. قال هذا الرجل هذا الذي اسلم منذ ساعة فاعطيت له الغنيمة. فجاء فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا سهمك في الغنيمة. قال لكنني ما بايعتك لاجل هذا، انما بايعتك لأقاتل في سبيله حتى يصيبني سهم من ها هنا فيخرج من ها هنا. وتركها ودها وأصابه السهم في حلقه وقتل. ونظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى وقال صدق الله فصدقه، هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا ولم يصلي لله ركعة. نعم، لا اله الا الله ميثاق وعقد بينك وبين الله، أدي يؤدى إليك. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ها، لا إله إلا الله أمانة بينك وبين الله، أنت تريد أن تتحمل المسؤولية فقلت لا إله إلا الله، قلت فكان أول الأمر شهادة وآخره شهادة وبين ذلك سعي دؤوب وتعب بالليل والنهار وصبر على المكاره وصبر على التكاليف وصبر على الواجبات إقرارا بشهادة. الأمة التي لا تدرك أي نعمة تنعمها وأي بركات سابغة تدركها وهي تقول لا إله إلا الله، أمة لا شك أنها لا تستحق أبدا أن يكون لها وجود في الأرض. القوم علموا أدركوا. كنت ذكرت لكم فيما ذكرت أنه من المواقف الشريفة، من المواقف الكبيرة، من المواقف الرفيعة التي وقفها جيل الأمانة وجيل الأمناء وجيل الأمنة. حادثة يوم حنين وغنائم حنين، حادثة الجعرانة حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم. قسم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا. والأنصار أولياؤه، من يمكن أن يشك بأن الأنصار قد أدوا
أدوا الذي عليهم. لا يشك في هذا أحد، بل لا يشك في هذا إلا منافق. من يمكن أن يشك بأن الأنصار أحبوا ربهم حبا صادقا، وأعطوه الولاء، وانقادوا لأمره، وقبلوا كل ما آتاهم من ربهم. هل يمكن أن يشك في هذا مؤمن؟ لا يشك في هذا مؤمن، ولا يرتاب فيه إلا منافق. فما زال بهم حبهم لربهم حتى صار حبهم هم إيمان وبغضهم نفاق. وأي شيء أعظم من أن يكرم الله عز وجل العبد بسبب محبته لربه أن يصير حبه هو إيمان وبغضه نفاق؟ أي شيء أكرم عند الله من هذا إلا الجنة والنظر إلى وجهه الكريم. نعم، ما زال بهم حبهم لربهم حتى أدوا كل الذي عليهم. وقال الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين: إن الأنصار قد أدوا الذي عليهم. كلمة كبيرة. إن الأنصار قد أدوا الذي عليهم. بعد 10 سنين في ليلة من الليالي الحزينة، ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم مريض يشكو الحمى، يجلس على المنبر الذي طالما وقف عليه وخطب في الناس وعلم ووعظ وذكر، فقال: إن الأنصار قد أدوا الذي عليهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. أدوا الذي عليهم، يعني يقال لك خلاص أنت قد أديت، والله تبارك وتعالى يشهد لك أنك قد أديت. فهل انتهى كل شيء؟ أبدا. أرجع إلى موقفهم يوم الجعرانة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فيعطي الناس، بل يعطي حتى الذين أسلموا منذ شهر وهم كفار قريش الذين أسلموا يوم الفتح، أسلموا منذ شهر، ومع ذلك يعطيهم المال الجزيل ويعطيهم الخير الكثير. والأنصار 8 سنوات من الصدق والمحبة والقبول والانقياد والولاء، لا يصيبهم شيء، ووجدوا في أنفسهم على نبيهم، والله نعم وجدوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يعلمون أن لا إله إلا الله من حقائقها الصدق مع الله والصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطاوعهم أنفسهم أن يكتموه شيئا. فجاءه سيدهم سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم عليك. هكذا مباشرة، يعني كما يقولوا العامة، يعني رانا زعفانين عليك. احنا نعرف معنى لا إله إلا الله، نعرف أن من حقائقها الكبيرة الصدق، فنحن نصدقك واحنا رانا زعفانين. يا والأنصار وجدوا في أنفسهم علي أنا؟ قال: نعم يا رسول الله. طيب لما يا رسول الله؟ يعني هم يقولون: نزلت سيوفنا